قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من شرب منه لم يفق إلا نادما في عسكر الموتى من الغافلين. الذي ينغمس في الدنيا، في شهوات الدنيا، في لذات الدنيا، في بهرجة الدنيا، يريد أن يحصل منها المال، تركيزه كله على الجاه، تركيزه كله على المنصب، تركيزه كله على صولجان الدنيا وبهرجتها وزخارفها. فمتى تطلب الأنس بالله؟ هذا لن يفيق إلا وهو بين يدي الله محاسب، قد ضيع الدنيا، لذة الدنيا وبهاء الدنيا وجمال الدنيا وحلاوة الدنيا في طاعة الله، وضيع الآخرة في أن يكون من الآمنين وأن يرى وجه رب العالمين. والله لو يعلم الإنسان أنه بعدم إصلاح قلبه يضيع على نفسه هذه الفرصة، لكان هذا كفيلا بأن يذيب قلبه، بأن يميته، يعني يهلكه. أنه يعلم أنه ربما يحجب عن الله في الآخرة. كيف يحجب عن الله في الآخرة؟ ما هي الذنوب لو تكاثرت على القلب تجعل على القلب الران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن لم يتب صارت النكت على قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب بعد الذنب بعد الذنب يجعل على القلب رانا، يجعل على القلب درنا وقذرا. هذا الران يحجب صاحبه عن رؤية الله يوم القيامة. وفكر فيها كما تفكر، أن نحجب عن رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بعدها على طول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا فكرت أنك، نسأل الله السلام والعافية، إذا فكرت أن هناك عبدا ربما يحرم من رؤية وجه الله بسبب ذنوبه، تكون أعظم شيء على نفسه وأقسى شيء على قلبه، لا يرضى بذلك أبدا. والله هذا السبب وحده كفيل بأن يترك العبد كل الذنوب والمعاصي ويتوب إلى الله، ويهيئ هذا القلب حتى يرى وجه الرب يوم القيامة. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أعظم النعماء للإنسان. يقول الله عز وجل كما في الحديث للمؤمنين يوم القيامة وهم في الجنة: أي عبادي هل رضيتم؟ يقولون: يا رب وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وباعدتنا عن النار، وقد أدخلتنا الجنة وباعدتنا عن النار. فيقول الله عز وجل لهم: أولا أعطيكم ما هو أعظم من ذلك؟ فيقولون: يا ربي وأي شيء أعظم من ذلك؟ وفي حاجة أعظم من الجنة وأعظم من إن إحنا نجونا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطي المؤمنون شيئا أحب إلى قلوبهم من رؤية وجه ربهم عز وجل. فما أعطي المؤمنون وهم في الجنة شيئا أحب إليهم، أحب إلى قلوبهم، ألذ عندهم، أنعم في نفوسهم من رؤية وجه ربهم عز وجل. هذا شيء عظيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.